الزول دمقران. بون هذه رسالة نوجهها لي اللي راهم يبعثوا لي رسائل للسب والشتم والتخوين، لاني راني نعاود ننشر فيديوهات نتاع الاحداث اللي صراو في غردايه في منطقه المزاب في الجزائر، باش تعرفوا باللي هاد الفيديوهات اللي راني ننشرهم ما هي الا حقائق وفيديوهات واقعيه صارت في احداث تغرديت، ونشرها في هذا الوقت بالذات هو تحسيس الرأي العام المحلي والوطني والدولي بأن المعتقلين اللي راهم عندنا في السجون معتقلين شيوخ كبار وحقوقيين ونشطاء هم أبرياء بهذه الفيديوهات التي تبين تورط الأجهزة الأمنية في أحداث تغرديت، والتي كانت تقود الهجومات وتقود العصابات الإجرامية باش ترتكب جرائم ضد الإنسانية هي ممنهجة ومخططة من طرف النظام الجزائري. وكذلك هذه الفيديوهات اللي ننشرهم الآن باش نبينوا باللي ان الدكتور كمال الدين فخر كان يتكلم على الحقوق، كان يكشف جرائم اللي صرا في غردايه، وكان يتكلم قبل ما توقع هذه المجازر وهذه الاقتتالات، تكلم ودار نداء للعالم، وقبله كان يراسل في رئاسة الجمهورية بمراسلات مفتوحة وبرسائل عبر البريد، ولكن ما كانش استجابة. في 2 جويلية 2015 بعث رسالة إلى الأمم المتحدة باش بعث لجنة تحقيق أممية وتدخل باش تحمي منطقة مزاب من الاقتتالات، ولكن يتهم بالعمالة وبمحاولة تقسيم الجزائر. وشكون اللي راه يقسم؟ شكون اللي راه يقسم في البلاد؟ شكون اللي راه يدير في الفتنة في البلاد؟ شكون اللي راه يقتل في الناس في البلاد؟ شكون اللي راه يرتكب الجرائم ضد الإنسانية في الجزائر؟ نشاهدوا فيديوهات لتواطؤ الدرك الجزائري، لتواطؤ الشرطة الجزائرية، بل تقود العمليات والهجومات ضد الممتلكات، ضد الأشخاص. يعني يكون في علم الجميع أننا ضحايا في منطقة تغرديت، كلنا ضحايا، سواء كان أمازيغ مزاب أو عرب شعنبة. مانيش نتكلم على دوك المجرمين المرتزقة اللي قتلوا الشهداء واللي خربوا واللي هجموا، أنا نتكلم على عامة السكان اللي كاينين في منطقة تغرديت، لأنه النظام الجزائري اختار منطقة غرداية باش يرتكب فيها هذه الجرائم، باش يخلق فيها بؤرة التوتر والاقتتال الطائفي، ويروج لها بأنها فوضى وأحداث عرقية وطائفية بين مذهب إباضي ومذهب مالكي. اختار المنطقة لأن فيها هذه المميزات وهذه الاختلافات وهذه الطوائف، ويقدر يتحكم فيها المنطقة، لأن منطقة غرداية منطقة صغيرة متواجدة في عمق الجزائر، في وسط صحراء الجزائر، ما فيهاش حدود، ما فيهاش امتدادات، ومحاصرة بعشرات الثكنات العسكرية ومئات مقرات الدرك والشرطة. خلق هذه الأحداث وهذا الاقتتال باش النظام الجزائري يمرر أجندته على عامة الشعب الجزائري على حساب أمنه، على حساب أمن الشعب، ويحذروا بواش يصرى في العراق وسوريا واقتتال في ليبيا الحرب، باش يمرر أجندة النظام في مواصلة الاستيلاء على حكم الجزائر ومواصلة العصابة اللي تقود البلاد إلى الهاوية الآن. والدليل العهدة الرابعة اللي كانت على حساب أمن غرداية، والوزير سلال كان مدير حملة بوتفليقة للعهدة الرابعة، جاء إلى غرداية وقال بالحرف الواحد: إذا الشعب الجزائري زكى المجاهد عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة سنوقف جميع الأحداث ونعيد الطمأنينة لهذه المنطقة. يعني تهديد ضمني. بعد ذلك حبس جميع الأحداث في غرداية في فترة الانتخابات، ولات الأمور عادية. ولكن بعد انتخاب الرئيس ولعهدة رابعة بدأت هناك معارضة في الجزائر تنادي بتطبيق المادة 88 من الدستور، شغور منصب الرئيس لمرضه وتنقله لفرنسا.
واش يدير النظام؟ يعاود يشعل منطقه غردايه اقتتال دموي حتى صارت المجزره في قرار اغرمي قرار اللي تبعد على غردايه ب 120 كيلومتر، تصرى فيه مجزره في ليله واحده يموت فيها 24 شخص، يعني 14 من مزاب و10 من العرب قتلوا يعني بالرصاص الحي يعني. وهذا دليل على انه اللي قام بهذه المجازر هم مرتزقه، هم من الجيش بالزي المدني، دخلوا لمنطقه القراره ونفذوا العمليات، لانه كانت القراره في ذلك الوقت محاصرة بجيوش من القوات الأمن، كيف يعني يدخلوا ويقتلوا في ليلة واحدة بالرصاص الحي. إلى اليوم ما كانش هناك تحقيق في هذه الجريمة، وما كانش نتائج تحقيقات للأعيار النارية اللي تلقت تما، كل شيء تغدر، وقام النظام الجزائري بعشرات الاعتقالات. هذه رسالة للجميع ولكل السلطات الجزائرية. هذوك الشرطة اللي راهم يبعثوا لي في لي ميساج نقتلوك نشربوا لك دمك، نحن مناضلون، نحيا كرماء أحرار أو نموت شهداء، احنا ما نخافوا من حتى حاجة. كذلك رسالة للعالم باش يعرف أنه هناك معتقلين داخل السجون ظلما، يعانون في السجون ظلما وعدوانا، كبار في السن، حتى هناك 3 معتقلين ماتوا في السجن عمرهم يزيد أكثر من 60 سنة في ظروف مهينة لا إنسانية، باحتقار دون تحقيق في هذه الجرائم. وما جرى كذلك للصحفي تامالت الذي مات داخل السجن بسبب التعذيب والضرب، ليس بسبب الإضراب عن الطعام. وكذلك رسالة لجميع الأحرار في العالم، ورسالة لتوات يا تمزابة سنينيغ باللي لكان نشد الحقنا ملي كان نساول فنتجا او لي فيديو باش كان نسبين تيدت نواني صار تمزاب دواني صار نغفنغ دواني دران جن غديني ادنر ازرفان النغبتون بد في زرفان قلت نتيري عمري السو وبتلك يغل مروك مغلك تونس مغلك ليبيا مغلك تمور انا ما ضل ندونيت لكن نسيوس الحق النغ لا خاطي مع ناس باللي لك المروك لك يختابع للنظام المروك نش لك غمس جريت ماك امازيغن نتنين بدن معانا نتنين استقبلنا نتنين يجور معانا غلي ماروز ديغ لي زوتوريتي المروك غلي ماروز ديغ ونريق لا سيتياسيون باش كتكون مبيبال الشين لكان نساوس الحق النغ للعرض نغولت نزنوز ولا ينحد انا بدت في سمورت النغ في زرفان النغ الحق نمحرس النغ يموتن اتندنر السو مغشا ونسوسهم في الحق النغ تنمرت ايوزنون.